مش قلتلكم هنروح المولد النهارده؟ رحت مولد السيدة حورية رضي الله عنها وأرضاها. هي زينب الصغرى حفيدة الحسين ابن علي بن أبي طالب، يعني من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لازم أصور الأجواء اللي بيبقى فيها الاحتفال بمولد السيدة حورية رضي الله عنها وأرضاها. وبيتم الاحتفال بمولد السيدة حورية رضي الله عنها في الأسبوع الأخير من شهر شعبان. ودخلت المسجد اللي موجود فيه قبر السيدة حورية علشان أقرأ الفاتحة للسيدة حورية وبيت آل النبي صلى الله عليه وسلم، ولقيتهم مزينين قبر السيدة حورية بزينة جميلة جدا تخطف القلب والعين. بس اللي ما عجبنيش إنهم كانوا بيمجدوا السيدة حورية وقبر السيدة حورية، ولكن المجد لعزة الله وذاته الإلهية وحده لا شريك له. وزرت كمان قبر الشيخ يوسف اللي موجود قدام قبر السيدة حورية وقريت الفاتحة على قبره كمان. وزرت قبر الشيخ سعد الدين هو كمان، لأن دول اللي كانوا ملحقينها لما جت مصر وخصوصا البهنسة. ولقيت هناك من مراسم الاحتفال بمولد السيدة حورية إنهم مقسمين باكيات المفروض إنها على شكل خيم، وكل باكية بتضم مجموعة من الناس كده بتتبادل الطقوس الروحانية بتاعتهم والطقوس الدينية كمان. ومن ضمن الخيم دي لقيت خيمة بتحتفل بالطريقة الرفاعية بمولد السيدة حورية بطريقة ذكر الرحمن ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح آل البيت كمان. وهتلاقي كل واحد مندمج بالطريقة المدح بتاعته والخصوصيات بتاعته وطقوسه الدينية. وبعد ما أخدت فكرة عن حلقات الذكر فأخدت جولة كده علشان أعرف إيه الطقوس التانية والحاجات اللي ممكن يعملوها في مولد السيدة حورية. فلقيته عبارة عن سوق تجاري متنقل، وكل واحد بيسترزق في سبح شوية واكسسوارات شوية. كمان لقيت بلح رمضان بيتباع هناك بأسعار خيالية جدا. واتمشيت شوية كده جوه المولد فلقيت مجموعة من البياعين بيبيعوا المحمصات زي الحمص والفول، وكأنك في مولد النبي صلى الله عليه وسلم. بيبيعوا كل الحاجات، اللوزية والملبن وكل الحاجات دي على كل صنف ولون، والسمسمية كمان والحمصية. ولقيت الملبن الأحمر اللي فيه فول سوداني ده بحبه جدا. ولقيت حاجة كده مسكرة دي ما تاخدهاش غير وانت عندك هبوط. وببص لقيت الفندق بتاع دكتور أيوب وفيلم الفنكوش. والحلويات اللي جاية من طنطا مخصوص عشان مولد السيدة حورية. وهتلاقي شوية حاجات كده غريبة أنا أول مرة أشوفها وأسمع عنها، بس الصراحة هي عجبتني قوي فاشتريت من كل صنف ولون. أصلها حاجات غريبة عليا ومش هتتكرر غير مرة واحدة بس في السنة. بعد ما اشتريت فحبيت استنصح كده ورحت البياع تاني وسألته هو الأسعار عندك ايه، فلقيته بيشاور لي على الراجل اللي أنا اشتريت من عنده وقال لي روحي هاتي من عنده علشان ده تبعنا برضه. فكان شكلي كان وحش قوي انه بعتني لنفس الراجل اللي انا اشتريت من عنده. فمش عايزه اقول لكم كنت مكسوفه جدا. وبس كده، ودي كانت جولتي في مولد السيدة حورية.